طبعا هذا الفيديو ما بعرف اذا بدي اموت اضل عايش. مرحبا يا جماعة الخير، أنا عبد الرحمن اللي شفتوني بالمقطع واللي انتشر بكل مكان. هو المقطع اللي أنا كنت تحت الأنقاض. الحمد لله رب العالمين أنا قدامكم بخير وسلامة. أنا بهذا الفيديو طالع أحكي كم شغلة وأحكي لكم القصة كلياتها. طبعا في منكم بيعرفني ومنكم ما بيعرفني، اللي متابعني من زمان وعندي محتوى بنزله على قناتي. قلبت علي الطاولة وصرت تحت الأنقاض. احكي لكم القصة كلياتها، بس قبل ما احكيها الحمد لله رب العالمين حبيت اطمنكم على اخوي انه هو صار بمارسين والحمد لله انه طلع. والحدث الثاني بتاريخ اليوم اللي رح ينزل فيه الفيديو انا لساتني بانطاكيا. انا ما طلعت، امي واخواتي الاثنين طلعوا على مارسين بسيارة الاسعاف، ونحن انا واختي الصغيرة وابوي ضلينا هون. ما بعرف انا رح نطلع او لا من هون، الله اعلم. فانا على الحالتين رح احط لكم حسابي الانستغرام هون، يوميا في ستوريات على كل شي توثيق لحظة بلحظة. اللي بحب يشوف ان شاء الله اذا طلعنا على المارسين الشي اللي بطلبه منكم انه حدا يساعد بمبلغ مادي صغير يقدر يكفينا نستأجر لو بيت صغير. نقدر اذا خرج اخوي من المستشفى نقدر نسكن ببيت، لانه مارسين حرفيا زحمة كتير. فاي شخص بحب يساعد بحب لو ب10 ليرات 20 ليرة، هدول الحسابات قدامكم، هدول الحسابات خارجية برا تركيا، بيقدر يساعد حساب الدولار وحساب اليورو، وبيقدر كمان يحول على حسابات البنكية جوا تركيا هدول الحسابات. طبعا حكي كل القصة كلياتها مثل ما قلت لكم يا جماعة الخير الشي اللي صار معي، والحمد لله انه انا طلعت. برجع بقول لكم يا جماعة الخير قبل ما نحكي القصة او نحكي اي شي، اللي بيقدر يساعد لو بمبلغ صغير. انا شايفين هي الكنسة اللي طلعت فيها بالفيديو، والله العظيم لحد السنة ما غيرته، حتى البنطلون ما غيرته. لابس كفوف لانه حرفيا بالزور دبرتن، يعني لقيتهم بالاراضي للبستن. ايدي لانه مجروحة واي شي بتدقر فيه وايدي والدنيا برد عم بوجعني، فقدرت بس ادبر هدول الكفوف وبالزور. صار لي يومين بلا اي شي، حتى جراب ما كان عندي. الحمد لله اهل الخير موجودين جوا المستشفى عم بيقدروا يساعدوا. رح احكي لكم القصة كلياتها شو اللي صار معي. الساعة 4 الصبح واللي هو التاريخ اللي صار فيه الزلزال. طبعا انا نشرت الفيديو تاني يوم، لانه انا طلعت تاني يوم، ما طلعت بيوم الزلزال، يعني ما طلعت انا نفس الوقت، لا انا ضليت جوا. ليلة الزلزال اللي صارت انا كنت نايم بامان الله، اي شخص تاني يوم عنده مدرسة يوم تنين. فقت من النوم الساعة 4:30، هز الأرضية ضربت العالم، هز الأرضية فجرت الدنيا. حتى هي سمعني في طيارة هليكوبتر عم تلقن الناس من المشفى إلى برا. سمعني حتى عم تهبط بالمستشفى، عم تاخد ناس وبتطلع، بتاخد ناس وبتطلع. رح أكملكم القصة. فقت الساعة 4 لقيت البيت كله عم بيهز، البيت عم بيهز. بتحسوا فيلم رعب. إذا بتجيبوا فيلم الرعب وبتجيبوا هاد ما بطلع بنقطة بحر الشي اللي أنا شفته قدام عيوني. أنا ثابت هيك، أنا كإنسان ثابت هيك، أنا لازم أضل ثابت. أنا ما ضليت ثابت، أنا هيك عم بروح يمين يسار. فانا طقسا سحبت التليفون من الشاحن، اول شي ما سحب معي بدي ارقد، رجعت سحبته. طبعا انا فكرته منام، انا حرفيا انا بحلم احلام غريبه، ولكن انا لما طلعت لقيت ابوي عم برقد قدامي، فانا طلعت ورا. انا لا قدرت لا اشوف اخواتي ولا حدا، كملت سيبي وطلعت. لما طلعت وصلت على الطابق الثاني وانا عم بركض باسرع ما عندي. انا فكرته حلم، انا طلعت بوتشي عن جد هذا موجود. لما طلعت هيك وركزت لمدة 10 ثواني، و10 ثواني كنت نزلت وصلت عند باب البناء. ابوي قال لي اطلع جيب اخواتك. فكرنا زلزال عادي يقلب عليه هون شي، يصير عليه هون شي. فكرنا زلزال عادي، لانه انطاكيا بعمرها ما صار فيها زلزال، انطاكيا بعمرها ما نزل فيها بناي بسبب زلزال. يعني انطاكيا انا اذا بحكي لكم صار لي 10 سنين بتركيا ولا اي زلزال حسينا فيه حرفيا. يمكن زلزال بسيط 4.1 2 حرفيا ما كان في زلازل.
طبت علي البناية، أنا عم بركض لمين أقسم بالله العظيم لفيت راسي هيك بدي أطلع على الدرجات بدي أرجع أنزل، طبت البناية. شوفوا يا جماعة الخير، حرفيا ما في أي كلام يوصف للشي اللي أنا عايشه. هذا اللي أنا عايشه بس. لحد السنة بتذكر اللحظة اللي صارت فيها فيني. أنا الحمد لله تليفوني كان بإيدي. أحكي لكم على شو اللي عمل التليفون هذا اللي بإيدي. التليفون شو اللي قدر يعمله؟ قدر يعمل شي مستحيل انكم تصدقوا. انقذ حياة انسان هذا التليفون اللي بايدي. انا وعائلتك. السلام عليكم. معنا عبد الرحمن من هتاي من تركيا عبر الزوم. عبد الرحمن الحمد لله على سلامتك اول شيء. الله يسلمك يا رب. عبد الرحمن طمنا اول شيء عن حالتك. هالتليفون كتير غالي علي. انا لما وصلت تحت اول شيء طفت الاضوية وما حس الا صوت الحجر والتراب كله عم بتطبق وصوت العالم عم بتعيط. هذا الصوت انا فكرت حالي خلاص انا صرت جوا القبر، ولكن بتفاجئ انه انا طلعت عايش والحمد لله رب العالمين. اول 10 دقايق ما كنت عارفان انه التليفون بايدي ولا حاسس بجسمي، لانه الصدمة اللي اكلها جسمي كلياته مستحيل انكم تصدقوها. فانا حاولت اتصل على الدفاع المدني، حاولت اتصل على الاطفائية، للاسف الخطوط كلها وقفت، الشرطان كلها تقطعت. هذا أثر كتير إنه ما توصل الإسعاف على الأماكن، والإسعاف حتى هي المشافي نزلت عليهم، حتى هذا المشفى اللي نحن واقفين فيه رح ينزل فونا بأي لحظة. الحمد لله رب العالمين. أنا لما نزلت تحت أنا كنستي بس كانت علقانة بالدربزيون. الدربزيون هو بيكون الحديد اللي بتقدر تتسند عليه مشان تطلع على الدرج، والبناية اللي عنا هي كتير قديمة وكتير قديمة، فهذا أثر إنه الدربزيون يجعله كلياته يكون حديد. هذا أثر كتير علينا. لما طبينا على الأرض أنا الحمد لله كان على قد تحت الدرج. أنا كنت بس تحت الدرج، يعني هيك الدرج وهون في مسافة، أنا كنت هون على الآن بالمسافة. طبعا أول ساعة عرفت مين أمي، وين أبوي، وين أختي الصغيرة، وين أخوي. بلشت أعرف مين جنبي مين فوق. فأول 10 دقايق حاولنا نعيط نصرخ حدا يساعدنا، بس لكننا نعرفه إنه أنطاكيا وهاتاي كلها على الأرض، مدينة كاملة على الأرض، فالناس ما لا قدرانة تساعد حالها. نحن فكرنا إنه بنايتنا الوحيدة اللي نزلت. أقسم بالله العظيم المشهد مشهد مرعب، لأنه أنا إذا ما كان معي تليفون ما قدرت أضوي. الحمد لله فتحت التليفون بلشت أضوي، حاولت إنه ألاقي منفذ ضوء أقدر أشوف شي، بس ما كنت اللي بعرفه إنه أنا كنت تحت الأرض. تاني ساعة حاولنا نعيط، ثالث ساعة حاولت أنقذ حالي، رابع ساعة بلشت أتحرك، صارت 5 ساعة بلشت تنزل مطر، 5 ساعة أمي طلع عليهم الضوء، بلشت تطلع الشمس لأنه صار الزلزال بالأربع، بلشت تطلع الشمس مثل العادة. فأمي والحمد لله هي وأختي طلعوا بخير وسلامة ولا أي شي عليهم. قلب عليهم حيطين وسوى مثل هيك هرم، أمي وأختي كانوا جواتهم والحمد لله إنه طلعوا. اللي تأذى هن أخواتي الاثنين، هن أصعب شي تأذوا. أخوي الأول قلب عليه حيط كامل، سقف على إيده كاملة من هون لهيك، هو هيك كان سقف كامل، وكان في حجر على رقبته. وأخوي الثاني الفيديو موجود أحط لكم إياه، كان على الآن محبوس حبس بالدربزيون، الحديد كان مغطي كل جسمه، فونا حديد جنبنا حديد، ما قدرنا نتحرك أبدا. الحمد لله رب العالمين. حاولت انا اخوي كان مغطى بالحجر كلياته، وجهه كله بالحجر، كله وجهه حجر، تراب. اخوي ما مطالع غير تمه والحمد لله، قدران يتنفس من تمه وقدران يشم. عيونه ما شاف لمدة 20 ساعة، لما اجى الدفاع المدني بعد 20 ساعة قدر بس يطلع عيونه. حاولت احفر له ايدي، حاولت احفر له، هدول ايدي شايفينه، حاولت احفر له تحت الارض مشان يطلع وجهه، ما قدرت.
انا بيني وبينه شقفة صغيرة، بس كان في حجرة هالكبر كبرة كانت جوا، ما قدرت اعدي مع الاسف جدا. تقريبا بعد 4-5 ساعات بلشت تنزل مطر، هون تقريبا صارت الساعة 10 بالليل. بلشت اسمع الناس تطلع، جيران جنبنا طلعوا، اللي فونا طلعوا، ابهاتهم طلعوا، ونحن ما كنا عارفانين وين ابوي طلع ولا ما طلع، ما كنا عارفانين ابدا، حرفيا ما كنا عارفانين مين طلع مين عاش. كل اللي عارفانينه انه الحمد لله نحن عايشين. طبعا ايماني بالله كان كبير، انا حاطط صبري وايماني، وحرفيا ما بكيت، انا ايماني بالله كبير. انا حطيت كل ايماني، كل شي عندي انا حطيته ايماني بالله، لانه الموت حق. لو متت طبعا هذا الفيديو ما بعرف اذا بدي اموت اضل عايش، لانكم مثل شايفين الحمد لله على كل شي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فانا لما صورت الفيديو، انا تقريبا هون كانت الساعة 4-5 بالليل، يعني هون تقريبا بعد ساعة. انا لما صورت الفيديو اول ما نزلنا، صورت الفيديو وبعته لعند مروان رفيقي، بعت له عنوان البيت وبعت له معلوماتي كلها وحساباتي، ايش في عندي حسابات. قلت له اذا صار لي شيء بعت الحسابات، وما كان في تغطية ابدا. طبعا انا بعت له الحسابات ما كان في تغطية، قلت له اذا طلعوني او اذا اجت التغطية بعت الفيديو. والحمد لله رب العالمين. اول ما وصلت شبكة لعند مروان وصلوا الفيديو، راح نشر على حساباتي كلها وشفت المقاطع. حاول انه يساعدني بس ما قدر، لانه طفي شحن تليفوني بالقنبل وصلت على المستشفى. الحمد لله رب العالمين. تقريبا بعد 20 ساعة اجى الدفاع المدني، وطبعا تعذبنا كتير، ما راح احكي لكم شو تعذبنا. الشخص اللي عاش المأساة غير اللي ما عاشها، الشخص اللي عاش تحت الانقاض غير اللي ما عاش. خلص اللي ما عاش عاش، يعني حرفيا ما بقدر اوصف لكم الشعور اكتر من هيك، انه انت عتمة ظلام مدة 25 ساعة ما فيك تشوف الضوء. انا اشتهيت، اقسم بالله العظيم اشتهيت اشوف الضوء، والله العظيم اشتهيت اشوف الضوء. قلت يا رب بس اخر مرة اشوف فيك الضوء. طبعا هون صار الليل والجيران كلها طلعت، وضل كم عيلة جوا بعنا، بس عيلة او عيلتين وعم دوروا عليهم. احنا لما كنا تحت احاول اعيط ما حدا يرد ابدا. يجوا لعنا ناس يقولولنا شو اساميكم، قل لهم عبد الرحمن يمشي، قل له عبد الرحمن يمشي، ما يضلوا عنا ابدا. قلنا خلص روحوا اتركوا حالكم، خلي اهليكم ينقذوكم او قرايبينكم. تقريبا بعد 20 ساعة اجا ابوي قالنا انه الدفاع المدني راح يجي، وابوي كان عم يحاول يواسينا، وما طبعا ما اجا حدا. صار تقريبا الساعة 12 بالليل، حاولت انه انام، انا انام جوا الحجر، حاولت انه انام ما قدرت. الحجر كل حجراي هيك قده واقفة هيك، ما قدرت انام. بعد تقريبا اكتر من 12 ساعة مرت، قلتلكن حاولنا ننام ما نمنا. تقريبا صارت 12 تاني وصار الصبح. تقريبا هي اول ليلة صار الليل، هي تقريبا 12 ساعة. تقريبا من الساعة 4 الصبح للتاني نهار 4 بالليل لحتى طلعنا. طبعا هون صارت الساعة 12، نحاول نعيط، نحاول هذا، ما حدا قدر يساعدنا. واخوي كل ما انه يتوجع وكل ما انه انا هذا التليفون احاول اضويله لاخوي اطالعه، ما قدرت. حاولت انا اواسيهم، انا ايماني بالله كان كبير، انا دعيت، صرت ادعي، سامحت الكل، ما عرفت عندي ولا اي شيء. حاولت ادعي، حاولت ما بقدر اساعد حالي، وانا عم بدعي، والله العظيم انا عم بدعي. قلت يا رب اذا رح نطلع من هون بس اعطيني علامة. والله العظيم بنفس الوقت انا عم بدعي، الارض هزت ورعدت رعدة، وما كان في رعد ابدا، كان في مطر بس بدون رعد، رعدت رعدة. انا هون صار عندي ايمان بالله انه رح نطلع هون اكتر، عندي ايمان بالله انه اليوم رح نطلع. الحمد لله اجى الدفاع المدني من انقرة. طبعا ما كانوا عم دوروا علينا، كانوا عم دوروا على غير عيلة، لانه العيلة تقريبا انه عيلتهم تموا يلحقوا الدفاع المدني وتموا يخلوا يساعدونا. الحمد لله اجى الدفاع المدني، اول شخص طلعوه هو اخوي اللي واقع عليه السقف كامل على ايده كاملة، والحمد لله هو بخير حاليا. اخذوه على مشفى بمارسين، كنا عم نحاول نعمل له عملية ونجمع له تبرعات مشان عملية ورم، هيك ورم كتفه، والحمد
الحمد لله رب العالمين قدروا يطالعوه 3 ساعات هن عم بيطالعوا أخوي. لما اجوا ليساعدونا حاولوا انه يفكوا الحديد، حاولوا يوصلونا بأي طريقة، هدوا حيط كامل، هدوا الدنيا، حاولوا يوصلونا والحمد لله وصلوا محلنا. طبعا هون اجت المرحلة الصعبة، كيف رح يطلعونا؟ كيف رح يطلعونا؟ لأنه في حديد، سياخ حديد هيك بالطول، وأخوي تحت سياخ الحديد بالضبط، ومليان حجر، وفوق مليان حجر، وأنا جنبه. أنا ما رح أتأذى أبدا، لو شو ما صار أنا ما رح أتأذى لأنه أنا جوا بقدر أدخل تحت الدرج. بلشوا يقصقصوا الحديد، وصلونا بعد تقريبا ساعة بس قصقص حديد، بس عم بقصقصوا الحديد وعم بيطالعوا الحجر من جوا. لما وصلوا عند أخوي كان الموضوع أصعب ما بتتخيلوا. وطبعا ما شاء الله عليهم الدفاع المدني أطيب ناس شفتهم بعمري، حاولوا يواسونا يقولوا لنا يلا جايبينكم أكل، رح تاكلوا شاورما. أنا ولد صغير يعني، أنا مالي شاب، أنا مالي شاب، أنا عمري كله على بعضه 15 سنة، أنا مالي شايف شي من عمري، أنا مالي شايف شي من عمري لسه، يعني أنا ساعتي شاب صغير أولت عمري. الحمد لله رب العالمين تموا بعد تقريبا 3 ساعات مع أخوي. الحمد لله اللي صار إنه أنا قدرت أطلع من مكاني وأقدر أوصل لعند أخوي. أخوي كانت علقانة إجره هيك إجره هيك صايرة، هيك جسمه وهيك إجره هيك داخلة بالحجر. طبعا ما قدروا يساعدوه، قالوا لنا ما رح نقدر نساعدك لأنه إجرك علقانة وما بنقدر ننزل لك مشان ما يقلب فينا البناية كلياتها. الحمد لله أنا قدرت أطلع وأشيله كل الحجر وأشيل حجرة بحجرة، وكل حجرة هيك قدها. الحمد لله رب العالمين طلعنا بخير وسلامة، وأخذونا رأسا على المستشفى وحطوا لنا سيروب وكذا. هاي القصة كلياتها أنا ما فيني أحكي أكتر من هيك، التليفون فضي شحنه. حبيت بس أوصلكم الفكرة اللي صارت، وتواصلت معي قناة العربية وMBC نشروا الفيديو، وأنا شكرا على الشي اللي صار. طبعا أنا مالي طالع أركب ترند، لو ترند أنا لو ما هالفيديو اللي مصوره يمكن ما قادر نستأجر بيت أو نقدر نساعد فيه حالنا أو شي، لأنه لسه ما أخذنا ولا ليرة، لأنه لساتنا بأنطاكيا ما بنقدر نستلم ولا أي شي حرفيا. يعني نحن بدنا مساعدكم لحتى نقدر نستأجر بيت بمارسين إذا طلعنا. شكرا لMBC، طلعت على قناة الMBC على صباح الخير العرب وصورت طلعت معهم مقابلة، والحمد لله رب العالمين يا جماعة الخير. برجع بشكر أخوي مروان اللي ساعدني، وقف جنبي ليلة الزلزال، وقف جنبي والحمد لله.